ضرورة وضع النظارات الطبية ثنائية البؤر لكي يصحح هذا الحلاق الخمسيني بصره ويمارس حرفته بإتقان معهود، لكن ثمنها يبقى في رأيه مرتفعا. الكادر ديالي وضروري انني نمشي نشوف الطبيب ديال مختص في امراض العيون وصوب الدجاج عند الاوبتيسيان. لا ما عنديش. تقريبا شي 1800 حتى 2000 درهم. أما المنخرطون في شركات التأمين وخاصة التعاضديات فيجمعون على أن قيمة التعويض ضعيفة مقارنة مع فاتورة العدسات التي قد تكون متعددة البؤر. إذا صوت نضادر ب 2000 درهم غادي يكون التعويض 500 حتى 600 درهم. ما نكرهش أنها تكون 2000 درهم التعويض 100%. إذا نضادروا العينين هما كل شيء. أثمنة العدسات تختلف باختلاف نوع الزجاج المستعمل وعدد المشاكل البصرية التي يجب تصحيحها، أما نسبة التعويض فتخضع لشروط الاتفاقيات المبرمة مع شركات التأمين والتعاضديات والمبلغ الجزافي المؤمن. احنا مثل قانون مثلا فرنسا تيرومبورسيو 500 اورو فيما يتعلق بالاطار والزجاج، هذا في المغرب في ليميتويال ما تيعاودوش اكثر من 700 درهم حتى 800 درهم. هذا ما يؤدي انه الزجاج البصري ما تيكونش واحد الجوده عاليه، لهذا تنراجع للميتويال خصو باش يعوضوا واحد التعويض اكثر باش تكون الجوده احسن، وحتى المواطن المغربي تا هو يستافد من احسن الزجاج البصري لان هذه راحه بصريه ديالو. عدد من المؤسسات العمومية لجأت إلى الانخراط في نظام تكميلي إضافة إلى التعاضديات، فيما تدفع هزالة التعويض المنخرطين إلى البحث عن نظارات رخيصة في قطاع غير مهيكل لا يضمن الجودة.